بص يا صاحبي، وادي السيليكون مش مجرد مكان في كاليفورنيا، ده مصنع للأفكار اللي غيرت العالم. تعال نحكي القصة من الأول. في نص القرن العشرين لما العلماء والمهندسين كانوا شغالين على تطوير الإلكترونيات والكمبيوترات، بعدها شركات زي انتل ومايكروسوفت وابل ظهرت وقدمت ابتكارات قلبت الدنيا. وادي السيليكون بقى مركز للابتكار والتكنولوجيا، ومنه طلعت شركات زي جوجل وفيسبوك وتسلا اللي غيروا طريقة حياتنا وشغلنا. التكنولوجيا مش بس طورت الاقتصاد الامريكي، دي خلت العالم كله مرتبط ببعضه اكتر. التجارة الالكترونية والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي كل ده طلع من هناك. حتى شغلك سواء بتبيع منتج او بتقدم خدمة غالبا اتأثر بحاجة اتعملت في وادي السيليكون. السؤال هنا يا صاحبي، هل وادي السيليكون هيقدر يحافظ على مكانته كمركز للابتكار، ولا في مكان تاني ممكن يسرق الأضواء؟